نعم زميلتي كريمة، مساء الخير. طبعا الأجواء التي تسبق المباراة هي أجواء كبيرة اليوم صباح اليوم في شوارع مراكش، والتي يسمعها أنصار المنتخب الجزائري إلى جانب أنصار المنتخب المغربي. كل الجماهير التي شاهدناها اليوم تحاول أن تملأ الأمكنة والشوارع والساحات بالأهازيج والصيحات المناصرة طبعا والممجدة لكل منتخب، وكل ذلك في الحقيقة شاهدت ذلك. هذا الصباح جرى في ظروف رائعة جدا، وجرى في روح رياضية عالية جدا، وجرى بشكل جميل يعني ملفت للنظر والانتباه. هناك تبادل للتحية والسلام بين المنتخبين، بين الجماهير والمناصرين، هناك تبادل للكلام الجميل، هناك تبادل للسلام، هناك تصافح، هناك صور تؤخذ بين الجماهير الجزائرية والمغربية. يعني أجواء جميلة تسبق المباراة، وطبعا هو التحضير للانتقال إلى الملعب بعد ظاهرة اليوم. يعني في كل مكان وفي كل شارع تسمع الصيحات. جمال، حدثنا عن التشكيلة التي تدخل اللقاء المساء. طبعا يعني التشكيله بنسبه عاليه جدا للمنتخب الجزائري مثل ما ذكرنا امس. في الحقيقه سيكون مبولحي على اليمين، سيلعب مصطفى مهدي على اليسار، مصباح جمال. في وسط الدفاع الجزائري هناك مجيد بوقره وعنتر يحيى. طبعا في الاسترجاع سيحسن الى جانب الموشيه. الجهه الاخرى سيكون حسن يبدا والزياني كصانع العاب. على الجهه اليمنى سيلعب قدير في الرواق الايمن طبعا للمساعده الدفاعيه وكذلك لتنشيط الهجوم ربما واغلب الظن ان جبور سيلعب اساسيا. هذا اخر خبر تحصلت عليه اللحظه. قيل لي بان جبور تدرب امس بطريقه عاديه جدا، وهو سيكون حاضرا قلب هجوم المنتخب الجزائري اليوم امام المنتخب المغربي. وماذا عن المنتخب المغربي؟ والله المنتخب المغربي طبعا اموره ليست على احسن ما يرام. جيرات يعاني كثيرا وهو موجود في وضعيه سيئه، يعني بسبب الغيابات التي في الدفاع خاصه. هو يعاني من تشكيل التركيبه الدفاعيه بغياب 3 لاعبين اساسيين، والى جانب ذلك المتاعب والعذاب ازداد على جيرات مدرب المنتخب المغربي بمغادرة تعرض لمعسكر التدريبي للمنتخب المغربي بعد خلاف مع مدربه حول إمكانية إشراكه كأساسي، وهو رفض أن يكون بديلا وغادر غاضبا المعسكر التدريبي طبعا بنفس التشكيلة. ولكن هناك أسماء أخرى ستدخل تشكيلة المنتخب المغربي لأول مرة ربما، وخاصة في الدفاع بدون سجل دولي بالنسبة لعنصرين أو عناصر. سيلعب طبعا في الهجوم بالشماخ وكذلك حجي. هو يقول سألعب به مهاجمين أو 3 مهاجمين للضغط على المنتخب الجزائري. يعني حسابات موجودة، ولكن كل شيء متروك للمدرب في المباراة أو للإعلان عن تشكيل